قبل الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة وذكرى عيد الاستقلال، إرادة راسخة للاحتفاء بأبرز محطات تاريخ المملكة والترحم على روح قائد فذ وعاهل متبصر قاد دفة الأمة لمدة 38 سنة، ترك خلالها بصمته في النصف الثاني من القرن العشرين باختياراته الموفقة وقراراته الحاسمة. حقق من خلالها تنمية اقتصادية واجتماعية للمملكة، عكستها الإصلاحات العميقة التي قام بها والأوراش الكبرى التي أطلقها حتى أصبح المغرب في مصاف البلدان العصرية والصاعدة. والشعب المغربي وهو يخلد الليلة الذكرى 24 لوفاة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني لا يفخر وهو يشاهد ويلمس جهود وارث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهو يواصل العمل الدؤوب من أجل وضع المغرب على سكة القرن 21 مع ما يتطلبه ذلك من عصرنة وتحديث عنوانهما الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالته من شمال المملكة إلى جنوبها، وتعزيز مغربية الصحراء على الساحة الدولية والنهوض بالصحراء وجعلها قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية، محافظا بذلك على مسيرة البناء لاستكمال المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي جعله جلالة الملك حفظه الله عنوان هذه المرحلة من تاريخ الأمة لتكريس مكتسباتها والرقي بمؤسساتها ودعم التقدم الذي تنشده البلاد بما يستجيب لحاجيات المواطنين. فقد كان المغفور له الحسن الثاني ملكا عظيما خلد اسمه في صفحات كتب التاريخ بماء الذهب. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما أوذي آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا في بين أيديهم سدا وبقديم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ألم تدرك لا يؤمنون إنما تدر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم الليل فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعون لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وذلك لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون لا أتخذ من دونه آلهة من الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إلا في ضلال مبين إذ آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده بجند من السماء وما كنا مرسلين كانت
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجول القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار والكل في فلك يسبحون آيات لهم أنا حملنا ذرياتي في ملك المشهود وفقنا لهم من مثله ما يركبون وإن تبرق فلا صديق لهم ولا هم يقرون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ولا تأتيهم بآيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لو يشاء الله رحمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لا يذكرون إلا صيحة واحدة فخذهم أو يخصمون فلا يستطيعون تصفية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون